السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة تعلم اللهجة المغربية. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم درس جديد وهو عبارة عن أجزاء الجسم في اللهجة المغربية. غادي نتعرفوا على بعض أجزاء الجسم في اللهجة المغربية. ابقوا معي. أجزاء الجسم باللهجة المغربية: الشعر. الشعر يسمى الشعر. الشعر. سوف تلاحظون في اللهجة المغربية تكرار السكون في الكلمات، وهذا هو الاختلاف الكبير الذي يوجد في اللهجة المغربية مع اللغة العربية. هناك اختلاف طفيف في بعض المعاني في بعض الكلمات، لكن أغلب الكلمات يكون الاختلاف فقط في الشكل. الرأس. الرأس هو الراس. الراس. الحاجب هما الحجبان. حاجبان أي الحجبان. الحجبان. السكون يوجد كثيرا. الجبين ومعناه الجبهة. الجبهة. جبهة. رمش العين نقول الرموش. 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 أما بالنسبة للخد فنقول الحناك. الحناك. بالنسبة للمنخر نقول المنخر. 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 الشفاه نقول شوارب. 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 وكما أقول لكم دائما فهذه الكلمات أو اللهجة التي أتحدث بها فهي لهجة خاصة بالوسط. يمكن أن تجدوا اختلاف من منطقة إلى أخرى في المغرب. كل منطقة أو كل جهة أو كل شخص يقول اسم شفاء بشكل مختلف، لكن بالنسبة لمنطقة الوسط أغلب الناس يقولون شوارب. شوارب. الأسنان. الأسنان هي سنان. سنان. بالنسبة للسان نقول لسان. لسان. الفم وهو الفم. الفم. بالنسبة للحلق يمكن أن نقول الحلق بوضع السكون على جميع الحروف. الحلق. أو يمكن أيضا أن نسميه القرجوطة. القرجوطة. بالنسبة للوجه فهو لوجه. 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 بالنسبة للعنق نقول العنق. العنق. أصابع اليدين يمكن أن نقول صباع اليدين. صباع اليدين. وإذا أردت أن أقول أصابع يدي أقول صباع يدي. صباع يدي. صدر وهو صدر. صدر. أما بالنسبة للأمعاء فنقول لها المصران. المصران. بالنسبة للزائدة الدودية فهي المصرانة الزايدة. المصرانة الزايدة. عافانا الله وإياكم منها. المصرانة الزايدة. إذا أردت أن أقول الأمعاء الرقيقة أقول المصران الرقيق. المصران الرقيق. وإذا أردت أن أقول الأمعاء الغليظة أقول المصران
الغليظ، المصران، الغليظ. لم أقم بكتابة هذه الكلمات. وأيضا هناك كلمة نسيت أن أكتبها لكم، وهي الأذنين. الأذنين معناها الودنين، الودنين. الأذنين هي الودنين. هذا كل ما لدي اليوم. صراحة هناك كلمات كثيرة في أجزاء الجسم لم أقم بذكرها، كالكبد، القلب، العديد من الكلمات لم أقم بذكرها. والسبب في ذلك هو أن هذه الكلمات تقريبا نفسها باللهجة المغربية، كل اختلاف فقط في الشكل. القلب هو القلب. نقوم في اللهجة المغربية غالبا في أغلب الكلمات بوضع السكون. هذا هو الاختلاف الذي يوجد كثيرا في اللهجة المغربية، وضع السكون على الكلمات. مثل المعدة هي المعدة، المعدة، يعني أقوم بوضع السكون على الحروف. المعدة. قلب وهو قلب، قلب. الركبة هي الركبة، الركبة. أغلب الكلمات فقط الاختلاف يكون في السكون، وضع السكون على الكلمة. وهكذا أكون قد أنهيت فيديو لهذا اليوم. أتمنى أن لا تنسوا الاشتراك، أتمنى أن لا تنسوا الاشتراك في القناة، وأن تقوموا بتفعيل زر الجرس، وأن تقوموا بالضغط كذلك على زر لايك. لا تنسوا زر لايك، فهذا يشجعني في أن أضع لكم المزيد من الدروس. لقد قمت في الآونة الأخيرة بوضع دروس على فترات متباعدة جدا جدا. هذا راجع لظروف معينة، لكن سأحاول جاهدة أن أقوم بوضع دروس متقاربة لكم في القناة إن شاء الله. ولكن لا تنسوا أن تقوموا بتدعيمي بالضغط على زر إعجاب وترك التعليقات أسفل القناة، فأنا أقوم دائما بقراءة تعليقاتكم، وأشكركم جزيل الشكر على هذه التعليقات. كما أتمنى منكم أن تقوموا بنشر فيديوهاتي مع أصدقائكم على صفحاتكم في الفيسبوك أو في الواتساب أو كذلك في الانستغرام. أريد منكم أن تقوموا بنشر فيديوهاتي لكي تصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.